بقول لك ايه، قول لي كده اللي انت قلته لي قبل ما افتح الكاميرا. قدام الكاميرا بقى قول تاني. بقول لك انا اعرف اعمل لكم اشطوطه حلوه. طب احسن ازاي؟ احسن من اللي في المحلات. طب وانت ازاي اصلا ما بتعرفش تعمل كوبايه شاي وتقوم تعمل يعني اشطوطه؟ الاشطوطه دي انت عارف ان هي كذا مفيش مكون مشكله. وكذا حاجه على بعض الاشطوطه دي اسهل من كوبايه الشاي. طب انت اصلا ما بتعرفش تعمل كوبايه الشاي؟ ما هي اشطوطه اسهل، كوبايه الشاي بالنسبه لي اصعب. طب يعني قدها. اعمل لكم اشطوطه. اه. عايزين تاكلوا اشطوطه؟ ايوه. بتحبوا اشطوطه؟ ايوه. ده. قدها. عشان مستعد. ولادي عايزين اشطوطه. طب والله لا هلبس الاسدال وجري على الموضوع. طالما العيال عايزين اشطوطه يبقى هعمل لهم اشطوطه. لا ان شاء الله، انت عارف انا بعرف احل اي حاجه، لو حتى الحاجه مش موجوده نجيب لها بديل. كله هلاقيه تحت ايدي، السكينه الشوكه كله المعلقه عشان بعد ما تخلص يلا ناكلها. هتعمل ولا هترجع في كلامك؟ السكينه موجوده وكل حاجه موجوده. انت هترجع في كلامك، انت بتقول لنا كده تضحك علينا. لا يلا مستعد. طب يلا بينا. طبعا انا اول حاجه بقى تعملها ايه؟ طبعا انا هحتاج بس بعض الاستشارات بسيطه عشان انا بقالي لا مده. لا ماليش بقالي مده بس بقالي مده ما وقفتش. انت بقالك 15 سنه ما وقفتش. لا دي مده إيه؟ لا دي مده بسيطه بس هي بس المهم النتيجه، المهم النتيجه في الاخر. انا بنسى كتير. ها هتحطي ايه تاني؟ هتحطي رز قد ايه؟ احط حوالي كوبايه الا ربع. مغسول ولا لا؟ طبعا ده انا نضيف جدا، لازم اغسل كل حاجه. طيب ماشي. وهتحطي قد ايه ميه؟ في بتاع 7 رزات كده، يعني تحاولي ننزلهم. ماشي خلاص بهدلتي البوتاجاز، خلاص شكرا. قد ايه ميه؟ كوبايه ونص. تمام. لا شكلك هتعملها. يبقى كده حطينا كوبايه وربع. كوبايه وربع رز وكوبايه ونص. انت قلت كوبايه الا ربع رز. كوبايه وربع. كوبايه الا ربع. كده حطيت قد ايه رز وقد ايه ميه عشان الناس بس تعرف المقادير. كوبايه الا ربع رز. وكوبايه ونص ميه. طب ان شاء الله ده كده بالظبط يعني ده حتى المثل يقول لك اتقل على الرز. هنوطي النار شويه. تمام. لحد ما الرز يتظبط كده. بعد كده نرجع نشوف بقى نكمل الاحداث بتاعتنا دي لحد ان شاء الله تنتهي. طيب ماشي كده هتروح هتعمل ايه؟ هتعمل ايه دلوقتي؟ كده هنستنى الرز كده. طب اول ما تستنى الرز هتعمل ايه؟ اول ما تستنى الرز هتعمل ايه؟ نحضر بقى كوبايه الاشطوطه اللي هناكل فيها. لا ما لازم قبل ما نحضرها نعمل حاجه تانية. هتعمل ايه؟ نعمل ايه؟ طب فكريني، وانا بقول لك بس فكريني عشان انا في حاجات ناسيها. هنجيب السكر صح؟ هنجهز بقى الاسبونج كيك. طيب ماشي. صح؟ ماشي. عشان انه بقى الاحداث كلها مرتبطه ببعض. ده يخلص مع ده وده. دلوقتي بقى تعملي لنا ايه؟ كده بقى نبدا بقى نحضر البيض بتاعنا. طيب ماشي. جبنا 4 بيضات. ماشي. تمام. اهو هنكسر 2. ماشي لغايه دلوقتي كده ماشيين زي الفل. 1 2 3. هتخش التاريخ. بص كسرة البيض دي برضو مش بص كسرها منين؟ بصي ما شاء الله ما شاء الله. من فوق مش لا برافو. خلي بالك. يعني اتمنى ان اي واحده تاخد المعلومه دي. بصي ده كسرها اللي هي برضه عشان ما شاء الله. هو على فكره الطباخ الشاطر بيبان من كسره البيض. طبعا. دي ما كسرتش كويس، دي عشان سرحت انا عمال اكلمك. بصي اتكسرت من النص، يعني المفروض ما تتكسرش من النص. ما شاء الله. طب اخر بيضه دي نكسرها ازاي؟ اي حاجه بقى كده في الترابيزه. لا في الترابيزه عادي. عادي خالص. ماشي. لا اعملها على دماغي. تمام. ده كله بصفارين على فكره، يعني وريهم كده. اعمل كده الطبق شويه عشان يبان فيك، يعني ميل الطبق كده عشان يبان في الكاميرا. بصوا يا جماعه البيت كله طلع بصفارين. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. لا مرزق. حد يكون يفتكر ان احنا بنضحك عليه ولا حاجه. بصفارين طيب ماشي زي الفل. هنعمل ايه بقى؟ هنضرب بقى احنا بص انا عشان اسهل عليك الموضوع كده نحتاج الفانيليا. فين الفانيليا؟ اهي عندك وراك. وجايبه لك دي سبونج جاهز. هي دي كده دي الفانيليا. نقطتين. نقطتين. والفانيليا زمان كانت بودره كده. لا عندي دي ودي، بس انا دي بحب اضيفها للكيكه. امي الله يرحمها كنت اروح اجيب لها البودره ولا الكيس الصغير ده. بص الفانيليا بقت عامله ازاي. خلاص تمام. الحمد لله. دي اصلا بطعم الزبده فبحب احطها في طعم الزبده. فانيليا بطعم الزبده. ماشي تمام. يلا بقى هنضرب. انا بص انا جايبه لك دي سبونج جاهز عشان ما نحطش سكر. هو عليه سكر وكل حاجه. يلا بقى تضرب. اضرب بقى الاول. ماشي اضرب يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. احط. هتحطي الاول
هنحط كوبايه الميه دي. تمام تمام زي العسل. ركزي بس في الايه عشان تبقى حافظه. يا ابني انت نسيت، انت قلت لي انا هعملها. ايوه لا ده ركزي عشان انت برضو ايه طب ماشي، كوبايتين بقى ماشي. و... حط كده كوبايه وكوبايه ديق. لا كوبايتين، حط اول ايوه كوبايه. ما هو كوبايتين بس، بقول كوبايه طب دي دلوقتي ماشي، هتتحط اهي. طب تمام املي لي كوبايه تاني بعد اذنك. ماشي. انا موفره عليك على فكره خطوات كتير قوي عشان يعملوا جديد الفرن. كله عند ربنا. ماشي. تمام كده. اضرب بقى كده ونشوف. انا شايف ان كوبايتين كانوا كويس، بس هي برضو ايه لا ما ينفعش عشان نظبط الدنيا اكتر. لا هي ليها مقادير ومكتوب عليها، فما ينفعش ان احنا نزود على المقاس اي حاجه. كان زيت صغير خالص. طب انت ماشي. طب انت ماشي. لا هنضرب تاني في الاخر. نحط ايه بيكنج باودر يعني. هو بص هو فيه محسن وكل حاجه، بس ده ايه ماشي. يعني زادي كده تاكيد ان الكيكه ايه هتنجح معانا. ماشي. بس خلاص تمام قوي كده كده خلاص. ايه تضرب ضربتين ونوقف ونصب القلب. دلوقتي بص احنا محضرين قالب. بص العجينه طلعت عامله ازاي. جميله. بص اهو برضه عشان ايه. لا جميله تسلم. والقوام بتاعها برضه عشان يبقى كل واخد باله. بص القوام عامل ازاي. زي الفل. تمام تمام. بص دلوقتي احنا بقى مجهزين ايه القالب. تمام غلفناه بورق الزبده. تمام زي الفل. غلفناه بورق الزبده. هننزل بقى بالكيك. الورقه دي مخرومه بس اهم حاجه ايه توزعها. لا ما تقلقش كله تمام. اهم حاجه بقى توزعها كويس جدا في القالب. ما انا هوزعها. انت يلا انزل بصوا يا جماعه وانت لو ما الكيكه. قلتليش وزعها مش هوزعها. انا لازم اوزعها. بصوا قوامها عامل ازاي. قوامها تحفه. اهي بص عامله زي السلم اهي. على فكره انا مش هدخل المطبخ بعد كده من غيرك. خلاص كده يا جماعه كده ماشي. خبطتين بقى، خبطتين كده عشان نطلع الحاجات اللي فيها ديت. ماشي. ودي كمان بصوا بقى دي برضو معلومه دي عشان نطلع ايه الهواء اللي فيها. هنملح. انت كده تمام. انت كده عملت حادثه. ماشي. الفرن بقى، على الفرن ماشي. يلا بقى على الفرن. بص والله العظيم ممكن تتاكل قبل ما تخش الفرن. بص يعني ده لسه كام 180. 182 ونص بالظبط. طب ماشي بالظبط يعني عايزين نكون دقيقة لمده 20 دقيقه. لمده ايه. دلوقتي بقى كده هنعمل ايه حضرتك. هنبص بقى على الرز. شوف الدنيا. نقلبه. استوى زي استوى اهو. حلو جدا زي الزبده اهو. طب ماشي. هنحط بقى لتر ايه من الحليب. لتر حليب. ما يسيبوا بقى يجي غلوتين. ماشي. لا ما ينفعش يتغطى هيفور. جبت المعلومه دي منين؟ هيفور. جبت المعلومه دي انت قبل كده قلتها لي زمان. فاجئتيني المعلومه دي. انت قبل كده قلتها لي بس نسيت. كنت اغطيها. ايوه انت فعلا قبل كده قلتها لي. اي معلومه انا قلتها لك زمان فكريني بيها. طب ماشي. من عينيا. مش هنغطيه. ولا انا بوتاجاز على نار هاديه. يعمل برضو شويه كراميل. هتحط بقى قد ايه سكر وانت بتحط كده؟ كوبايه سكر. لا مش كوبايه، هنحط كوبايتين. برضو يعني ايه. ازود كوبايه. بعد كده هنحط تاني كوبايه اهو. تمام. وبرضو ايه نفرشها كده. ما تتدلقش مره واحده. تتفرش كده تتفرش عشان ايه. ما شاء الله. ده بجد معلومات قيمه جدا. المعلومات الحلوه دي هنسيبها بقى ايه. انت نسيت بقى تقولي المعلومه ديت. هنعمل ايه برضو طول ما احنا واقفين لازم ايه نقلب في الرز بلبن لحد لما ايه. لحد لما يغلي يعني. لحد لما يغلي. انا والله. طب كمل. والله ايه؟ بعد كده في الاخر هنعمل ايه؟ في الاخر ينفع نحط سكر في الاول؟ احرق الفيلم من اخره ليه كده؟ ازاي ماشي. من الاخر دي؟ ماشي. حطي شويه لبن حوالي ربع كوبايه او نص كوبايه. تمام. انا بكتر اللبن شويه برضه عشان ادم بيحب اللبن. ماشي. كتر خيرك. صح يا دوما؟ صح. انا برضه مقدري معايا في القصه. مش هنضيف ايه تاني؟ هنضيف معلقتين نشا. تمام. بس معلقتين مش كبار قوي. عايزين معلقتين بس ممسوحين. بص انا ماسحها اهو. مش عاملها هرم مثلا ولا حاجه اهو. طيب ماشي. حلو قوي. ماشي. وعندنا هنا لبن بودره. هتحط قد ايه؟ نحط معلقه. ماشي. وقد ايه كريم شانتيه؟ وايه تاني بقى تضيفه؟ في كريمه الشانتيه.
تمام. هتضيف قد ايه؟ معلقه او معلقتين. خليهم معلقتين عشان بيخلي طعمه حلو جدا. ماشي بس كده حلو قوي. كده معلقتين. وهتحطي ايه تاني؟ وفي عندنا هنا القشطه دي، الحمد لله انها متواجده، دي برضو بتحلي الطعم قوي. دي القشطه دي يا جماعه من اللي بتطلع من اللبن اللي احنا بناخدها من على وش اللبن. معلقتين بقى كبار كده حلوين. الخلطه دي يا جماعه او بصي كام حاجه كام مكون احنا حاطينهم في الاخر ده يعني دولت بتودي كده الرز بلبن في حته ثانيه خالص. واي حاجه محطوط فيها قشطه لازم تطلع حلوه يعني. اكيد القشطه ده يعني احلى كمان من اللبن الرز بلبن الجاهز، بيكون طعمه بجد رهيب يعني. هنقلب بقى وندوب كده كل الكلام ده مع بعض. اللي احنا عملناها دي كده خلاص اللبن يا جماعه بدا ايه يغلي، يعني خلاص كده دخل في الايه في مرحله الغليان. هننزل على الرز بلبن بالخلطه اللي احنا بس لازم بقى تقلبه بسرعه عشان في نشا عشان ما يكلكعش. لازم تقلب بسرعه. والسكر كمان معايا. قد ايه سكر؟ كوبايه الا ربع. تمام. الله، بص الرز بلبن، بص القوام عشان الناس يشوفوا فظيع. ولا الملكي بقى ولا صابر ولا الكلام ده بجد. بص تسلم ايدك والله تحفه. لا ده لسه انا لسه كده لسه. ايه الجمال ده؟ والرزايه كل رزايه بعيد عن الثانيه، مش لازقين في بعض ولا حاجه، زي الفل. بص اصلا شكله عامل ازاي؟ من غير ما نجرف ولا اي حاجه، شكله بسيط. ويارا الموضوع ده كله مش هيحصل يعني. انا قايمه وقلت الموضوع لا مش هيحصل ازاي؟ ده هيحصل ويحصل. طب بص هنحط ايه بقى؟ بص بقى هنحط ايه؟ بص بقى هنحط ايه اللي هتخليها عظمه بجد. يعني لو عايزه تضيفي حاجه ما عنديش مشكله هنضيف. بص ماشي. زبده دي بقى تخليها. بص بس خلي بالك هتفور ما تتخضش يعني. لا مش هتخض. هات الزبده كمان كده. دي هو صاروخ. بصوا كوبايه لبن ومعلقه نشا، وكمان بص في الاول كده هتحسوا ان هو كلكعك بس ما تقلقوش. معلقه نشا ومعلقه لبن بودره لو انتوا عايزينه بقى طعمه غني كده اهو. مش هنقلق بجد بيبقى روعه يعني. بص بيفور كده في البدايه، بعد كده ما تقلقوش خالص، بيبدا بقى هو يهدى وكل الكلام ده بيفك مع بعض. اهم حاجه انتوا يا جماعه ما تقلقوش، هو في الاخر يطلع كويس ان شاء الله. بطننا توجعنا ولا كلمه ما تقلقوش دي انتوا قلتها لي مرتين ثلاثه، فهي اكيد الناس قلقت. يعني بعد انا شخصيا قلقانه يعني بعد انا يعني بما انك بعد كلمه ما تقلقوش دي انت قلتيها كذا مره، يعني اكيد يبقى في حاجه هتحصل. ما هو بنت في ايه؟ كليه ايه؟ لا انا الطبيخ بالنسبه للثانوي مش الجامعه. يعني انت كنت في ثانوي وكنت في ايه؟ سياحه وفنادق. سياحه وفنادق. هنطفي بقى ونسيبه كده يهدى، وفي الاخر هنشوف قوامه عامل ازاي. الحمد لله. يلا بينا. دقت ساعة العمل. هو البتاع دوت عايز يعني ايه؟ بس احنا بقى مش هنملى كتير. ليه مش هنملاها كلها؟ عشان لسه هنحط الكيك، ولسه هنحط كريم شانتيه، ولسه هنحط الكراميل. ايوه بس كده ما تحطش اكتر من كده عشان ينفع نحط بقيه الحاجه. بص يا ستي اللي شايفها زي الفل، ادي المنظر اهو طالع من الفرن كده. اي حاجه عايز تعمل برواز تحط في الصاج 100. ده احلى يوم اجازه ده ولا ايه؟ انت كل اجازه كده بص انا هخليك تاجز الاسبوع كله وتقعد بقى تعمل لك شويه حلويات كده اهو. خدوا ورق الزبده. واو يا نهار ابيض على الجمال. تسلم ايدك بجد، عمل رائع. يلا كمل زي ما انت ماشي كده. ايه يا سلام على الظبطات يا ناس والتركات والحاجات الحلوه. بس انا هموت واكلها دلوقتي خلاص بقى. انا يعني طبعا دي النهايات. انا والله ادي لما بس ايه الواحد يقف يعمل حاجه. انت دخلتك المطبخ بص بعدين تاكل حاجه قبل ما تتعمل. انا عايزه اكلها قبل ما تستعمل. ما انا عارف. طب بص هقول لك هنعمل ايه بقى. هنجيب طبقين نحط فيهم كيك بس.
ماشي، طب من غير رز بلبن. فول بس. هاتي طبقين وفي ورق بوتاجاز وراك. انا بأزر قوي. يلا بقى ايه، هنمكيجهم. حط لهم مكياج دلوقتي. هاجي معاك بقى واحنا ايه بنظبط الدنيا كده. اعمل واحده وانت اعمل البيت. هنظبط العروسه. هجيب ايه اللبن. هتغش مني ولا؟ لا انت اللي هتغش مني. لا اتفضلي انت الاول. بص هنجيب بقى ايه شويه لبن. دي بقى اهم تركايه في الحكايه كلها. شويه لبن كده نغرق فيها الايه يعني هو رز بلبن من تحت ولبن من فوق. خراب في خراب. ماشي. ايه رايك يا قدومه؟ لا جميل جميل. شغل عالي ده. شغل عالي؟ انا هعمل دي وانت تعمل بقى الباقي. باقي انت خليتي فيها باقي؟ ما في اهو ماشي. في كتير يعني. مش هعمل معاكم حاجه يعني. على فكره بحب اللي هي لوحدها دي اكتر من اللي هي في الرز بلبن. مش عارفه ليه. بحس الاتنين مع بعض كده يعني طعمهم حلو بس بحس ان هو تلبك مع بعض. يعني رز بلبن. لا موضوع تلبك مع ده هيبان بقى بس في الاخر. استنى لا نغرق تاني. احنا عايزين لبن. بص بقى هنا عايزين لبن كمان تحت يعني شايف؟ عايزين لبن كده تحت. يا نهار ابيض. دي بقى هتعجبك اكتر كمان من اللي هي برز باللبن. مظبوطه والله عاملاها مظبوطه جدا. مساله ان انت هنا مكتره ايه مش فاهمه. يعني انا حبيت اخليها لا التوزيع مظبوط. ده بقى الكراميل. المكسرات العظمه دي. يعني انا بندق بقى على شويه ايه الناس اللي بتعز المكسرات قوي. هنا كمان كده في الايه. هو بس ايه الكراميل سخن شويه فسايح يعني. المفروض ان هو يبرد اكتر من كده بشويه عشان احنا مستعجلين. احنا مسامحينك. نحط كمان شويه فستق. بصوا يا جماعه ايه الجمال ده، ايه العظمه دي. هندوق بقى دلوقتي كده ونشوف ايه. نشوف الطعم. بص شكله كده طعمه جبار قبل ما ندوقه يعني. هندوق دلوقتي ونقول راينا حالا. بسم الله ما شاء الله. بص بقى دلوقتي هندوق ايه اللي هي بلبن بس، وهندوق اللي برز بلبن، وهنقول راينا بصراحه. يعني نشوف اللي هي الكيك المضاف ليه رز بلبن احلى ولا اللي هو البلبن احلى. لا هو يعني مش هينفع نقول حاجه غير ان هي حاجه حلوه قوي. لا فظيعه. لا فظيعه قسما بالله. انا يعني مش متخيله ان اليوم النهارده تستاهل الوقفه والتعب. تعبي ما راحش هدر. مش كريمه. تمام. هنشوفها بقى كده عامله ازاي. نجيب لبن بس. لبن بس. بص بقى غرقانه. بص اللبن يعني بينزل كده من كل مكان. فظيعه. جميله برضه. فظيعه. جميله. لا بجد الاتنين احلى من بعض. تسلم احلى من بعض. تسلم ايديك. تسلم ايدك. انت على فكره خلاص انت كده شكلك هتطلع معايا في كل الفيديوهات في الفيديو الجاي ان شاء الله عكاوي. عكاوي؟ الفيديو اللي جاي. انت هتقول عكاوي واحنا بناكل كده؟ ان شاء الله. هو يعني الاكله دي لازم تخش على حاجه مملحه شويه بعديها. فانت تخش على عكاوي. الله كل فيديو ان شاء الله هتشوفوه باذن الله. هو اللي هيعمل لنا الاكل كل مره. الفيديو طلع. طب المواعيد. سلام. ان شاء الله.